في يوم 18 من مارس عام 1990 وتحديداً عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وقعت أعظم سرقة فنية في تاريخ العالم داخل متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في مدينة بوسطن الأمريكية، حيث سرقت 8 لوحات تقدر قيمتها بنصف مليار دولار بطريقة غامضة للغاية. ولم تكن الغرابة في السرقة وحدها، بل في التحقيقات والفرضيات التي تلتها، حتى إن زعماء عصابات استغربوا العملية واستنكروها. ويضاف إلى ذلك أن إحدى الجهات التي وجهت إليها الاتهامات كانت لبنان. لم يكن الهدف من العملية واضحاً أبداً، إذ بدت القصة مليئة بالتناقضات. لكن قبل كل شيء هناك أمر ضروري يجب أن تعرف: لماذا يسرق اللصوص لوحات فنية يعرفها العالم كله؟ يمكن اختصار الجواب في جملة واحدة: كل ممنوع مرغوب. فاللوحة الفنية المسروقة قد تتحول إلى عملة غير رسمية في الأسواق المظلمة. وعندما نتحدث عن الأوساط المشبوهة، فنحن نتحدث عن عالم شديد الخطورة والضخامة، قد يضم مافيات دولية وحكومات سرية وحتى دولاً بأكملها. قيمة هذه اللوحات تزداد عاماً بعد عام، فقد تبلغ مليار دولار، وبعد 10 سنوات قد تتضاعف قيمتها إلى ملياري دولار. فكلما طال الزمن ارتفع ثمنها. كما قد تتحول اللوحة إلى وسيلة ضغط وتفاوض بين الدول العظمى. وهل تعلم أن القوانين الدولية لا تسمح لنا كعرب بالمطالبة بمعظم آثارنا الموجودة في أوروبا؟ ولو كان ذلك ممكناً لكانت منطقتنا من أغنى مناطق العالم، بل ربما في الكون كله. يبقى السؤال: لماذا يخاطر البعض بشراء شيء كهذا رغم خطورته وغموض مصيره؟